هي الست دي عايزة منك ايه؟ طول النهار لازم بتنتقد فيك، طول النهار بتقولك انت مش مهتم بيا. تيجوا تتخانقوا على اي سبب من الاسباب، هي كلمة واحدة بس اللي بتكررها: انت مش مهتم بيا، انت مش شايفني، انت خلاص ما عدتش بتحبني زي زمان. الفيديو ده للرجال فقط، ومفيش مانع لو انت عايزة تتفرجي عليه او هتخلي جوزك يتفرج عليه. يلا تعالوا. ازيكم، عاملين ايه الاخبار؟ انا برحب بكل حد جديد هنا على القناة، واتمنى ان اي فيديو انت شفته يكون بيعجبك، وبقول كلام فعلا بيفيد الستات والرجالة اللي بتتفرج عليا. فيديو النهارده مش هرغي فيه كتير، لان اكيد اغلبه هيشوفوا الرجال، والرجالة ما بتحبش الرغي كتير، صح كده؟ فالفيديو ده خاص للرجال فقط في البداية، ومفيش اي مانع خالص لو انت عايزة تتفرجي عليه او هتوريه لخطيبك، حبيبك، صاحبك، اي حاجه من الحاجات دي. تقعدوا تقولوا لي مناخيرك حمرا ليه؟ عندي برد، عندي برد، واكيد طبعا حاطه ميك اب، فيعني ايه، عدوا الدنيا شويه. انا جايلك النهارده من الاخر، جمله واحده بس بتسمعها في اغلب خناقاتك مع خطيبتك، مع حبيبتك، مع مراتك: انت مش مهتم بيا، انت ما عدتش بتحبيني زي الاول. عايزه اتكلم معاك كلمتين كده يا ابن الناس، بقول لك ايه، انت ما بتقعدش معايا. كلامها دلوقتي تحت سياق حاجه واحده بس: ان انت ما عدتش مهتم بيها. انا عارفه ايه بيحصل لك، وبتقول ايه، بتقعد تراجع نفسك كده وتقول ازاي انا مش مهتم بيها، ده انا بعمل لها كل حاجه حلوه في الحياه، ده ما بتطلبش الطلب الا وبنفذه لها، ده انا تقريبا حياتي كلها علشان خاطرها وعشان خاطر الولاد. طب لو انتوا مخطوبين ازاي؟ ده طلبت العفش الفلاني انا جبته، طلبت ورد بجيب لها ورد، عايزه تتغدى بره بغديها بره. ايه اللي ناقص اعمله لها عشان تقول ان انا بحبها ومهتم بيها؟ اغلب الستات بعد الجواز بيكون عندهم اعتقاد واحد: ان الراجل ما عادش بيحبها، ان الراجل اكيد هيبص بره، ان الراجل ما عادش مهتم بيها. وانت عارف ده كله ليه؟ علشان الوضع اتغير، الحياه اتغيرت. الحياه اتغيرت بمعنى ايه؟ ان انت بقيت ضامن وجودها وهي بقت ضامنه وجودك. بس انا في البدايه انا بتكلم الرجاله بس، مش هدخل بقى للستات ولا الكلام ده، هنعمله في فيديو تاني. انت طول ما انت ضامن وجودها، انت بتبقى مريح. يعني ايه؟ يعني مش في دماغك. هتقولي انت عامله الفيديو ده عشان تدينا كلمتين ولا تدينا نصيحه؟ لا، انا عامله الفيديو ده ان انا ادي لك نصيحه. ما انت ضامن وجود الست اللي معاك، واغلب الرجاله بيضمنوا وجودها بفكره الجواز، بيبدا اهتمامه بيها يقل. انت اهتمامك بيها قل. اوعى تقفل الفيديو وتقول ما انت ست زيهم فهتقولي ان انت نفس الكلام مش مهتم. بص، انت بتعمل ايه في حياتك؟ او يعني موقف مثلا هقوله لك: انت بيبقى يومك كله شغل، او مثلا يومك خرجت مع اصحابك، فبتيجي بتقوم قايله لك جمله واحده بس: زي ما انت قعدت مع اصحابك ساعتين اقعد معايا ساعتين، زي ما انت رحت قعدت مع مامتك وباباك 3 ساعات وكان اليوم حلو قوي، اقعد معايا كده، زي ما انت اتصلت على اختك وقعدت ترغي معاها ساعه كامله في التليفون، انا ارغي معايا ده. لان هي شايفه دلوقتي ان في اشخاص تانية انت بتديهم قدر من الاهتمام عنها. هي اتعودت في فتره الخطوبه ان انت محور حياتها، محور اهتمامها. يعني هي مهتمه بيك جدا، وفي نفس الوقت انت كنت بتعمل لها كل حاجه. ما اقصدش بقى ولا فسح ولا ماديات ولا فلوس ولا الجو ده خالص، ده فكك من الموضوع ده. انت لو بتعمل كل الحاجات دي، اللي هو الفلوس، الماده، الخروج، الفسح، كل طلباتها مجابه، ومش مهتم بيها، هتيجي تقولك نفس الكلام. الستات طبيعتها ان هي عندها مشاعر، والغالب عليها ان هي حساسه، هي بسكوته كده، عايزه ان انت تتعامل معاها بشكل معين. انت دلوقتي بعد الجواز ضمنت وجودها، ما عادش هتتكلم معاها خالص. بالعكس، انت هتفضل تتكلم مع زميلتك، مع صاحبتك، مع اختك، مع مامتك، مع اي انثى في الحياه، وهي اخر واحده تتكلم معاها. طب ما ليه انت بتفتح على نفسك فتوحه ليه؟ يعني انا عايزه افهم حاجه دلوقتي: انت بتفتح على نفسك باب من المشاكل ليه؟ غير ما تكون متعمد، انا عارفه ده كويس. زي ما انت بتفضي نفسك تتكلم مثلا مع اختك نص ساعه، اتكلم معاها يا سيدي. هتقول انا بتكلم معاها، عارفه ان انت هتقول لي كده. لو بتتكلم 5 دقايق خليهم 10، مش هيحصل اي حاجه. ما هو ده حقها برضو ان انت تتكلم معاها زي زمان. ليه انت كنت بتنام وانتوا مخطوبين كده على التليفون؟ ليه؟ رد عليا، قول لي ايه كان الفكره ان انت تنام في التليفون كده
على السماعه. ما انت كنت بتبقى مرهق، وكنت بتبقى رايح شغلك، وبيبقى عندك شغل الساعه 7 الصبح، والساعه بقت 4 الفجر وانت لسه بتتكلم معاها. دي كانت وقتها حلوه وتمام، واول ما ضمنت وجودها في بيتك، وان هي اللي بقت قاعده في البيت وبتربي لك ولادك وواخده بالها منك وعامله لك كل حاجه، خلاص بخ بلح. زي ما انت بتدي نفسك حق ان هي تبقى مهتمه بيك، مهتمه بتفاصيل بيتك، مهتمه بتفاصيل ولادك، مهتمه بتفاصيلك انت الشخصيه، اللي هو مثلا مش هقول لك تغسل لك هدومك ولا تطبخ لك عشان انتوا عارفين ان ده ايه بالنسبه لكم حاجه عاديه، لا، ان هي مهتمه مثلا على الاقل تشوف ايه اللي ناقصك وتجيبه. مش في ستات كده وفي ستات مش كده، بس في العموم يعني الست لما بتكون بتحب جوزها بيحصل ايه؟ البرفان بتاعه بيخلص بيبقى موجود، هدوم عايزها محتاجه هي بتنزل تجيبها له، هي ما بتستناش ياخد باله اصلا ان الحاجه دي مش موجوده. تفاصيل هي بتعملها من باب الحب، من باب اللي هي كانت عايشه عليه زمان، ان انت طول الوقت بتحبها وبتدللها وبتدلعها وبتقول لها كلمتين حلوين. انت ايه مشكلتك لما تكون بتتكلم معاها وتقول لها يا حبيبتي يا روح قلبي زي ما كنت بتقول زمان؟ هي الحاجه الوحيده بس التفسير الواحد ان انت ضمنت وجودها في حياتك، عارف ان هي مش هتتحرك، مش هتطلقها، ان هي دايما محتاجه لك، لا بالعكس. ليه انت ضامن وجودها؟ الست دي في الاول وفي الاخر بشر، يعني كون لما تيجي تقول لك في يوم من الايام انا محتاجه منك الاهتمام، انا محتاجه منك ان انت تقعد معايا شويه، انت ما عدتش بتقعد معايا زي زمان، انا ما عدتش بشوفك، الحل الوحيد ان انت تسيب اللي في ايدك وقتها وتقعد معاها. حتى لو انت شايف ان هي مبالغه، احنا ممكن اوقات فعلا بنبالغ، بس قولي كده، هو ده مش حق من حقوقها؟ هو الجواز مجرد ان هو قاعدين في البيت مع بعض وخلاص؟ لا، هو حق من حقوقها، وربنا قال كده ان انت تقعد معاها، حق ان هي تطلب منك ايه؟ هي بتطلب ايه؟ طلبت منك ايه؟ طلبت منك كلمه حلوه، طلبت منك ان انت تقعد معاها، طلبت ان انتوا تخرجوا مع بعض، ايه مشكلتك؟ فهمني كده ورد عليا بمنتهى الصراحه. لو جت واحده صاحبتك، مش صاحبتك معنى صاحبتك، زميلتك مثلا في الشغل، وجت قالت لك انا محتاجه اتكلم معاك ضروري علشان موضوع مهم مثلا، وبدات تحكي لك عن مشكله بينها وبين جوزها، او بينها وبين خطيبها او اخوها او اي حاجه، مش انت هتكون بتنصت ليها باهتمام جدا؟ اشمعنى؟ ليه انت خايف على الايمج بتاعتك قدام زميلتك دي؟ عارف ان هو مش من الذوق ومش من الاصول ان هي تطلب مساعدتك فانت تنفض لها. طيب هسألك السؤال بطريقة تانية، هو من الذوق برضو ومن الأصول إن مراتك اللي لها حق عليك في كل حاجة تطلب منك إن أنت تهتم بيها وأنت تنفض؟ يا أخي لو أنت حتى مشغول وطالع عينك في الشغل زي ما بتقول، وأنا عارفة ومقدرة ده، لأن فعلا الحياة حاليا كلها ضغوط، بتشتغل أي مهنة أنت بترجع البيت خلصان، أنا عارفة ده كويس قوي، بس أنت محتاج وأنت راجع خلصان كده لو تطبطب عليها، تتكلم معاها، تقول لها تسلم ايدك. ما تكونش مثلا هي مجهزه الاكل ومستنياك الساعه 11 ولا 12 بالليل وانت تقول لها لا معلش اصل انا اكلت في الشغل، اصل انا جوعت، اصل حصل كذا. طب ليه يا اخي؟ ده انت لو اكلت بره حتى اكبر بخاطرها، قول لها طيب انا هاكل معاكي، انت اكلتي طيب خلاص اوكي انا هدوق اكلك، لو ما اكلتش حتى يعني كل حاجه بسيطه ولا تسلم ايدك. هي مستنيه منك كده الكلمه الحلوه، بتشوف كل ده علشان الحاجه الوحيده بس اللي هو انت ضامن وجود الست دي في حياتك، فبتبدا تقلل اهتمامك بيها، تعيط لك وتقول لك انت ما عدتش بتحبني، انت ما عدتش بتهتم بيها. وطبعا الكلام ده كله بيضايقك لان انت مش شايف ان انت غلطان، انت شايف ان انت كل حاجه انت بتعملها، وفعلا انت كل حاجه حلوه انت بتعملها، بس في حته فيها سنس كده ناقصه شويه. فين الورد بتاع الخطوبه؟ فين العشق والهيمان ومسك الايد والتحسيس بالعكس دي دلوقتي بقت حلالك. يعني احنا نعمل كل حاجه ما كانتش مباحه في الخطوبه تتعمل، والاهتمام والحب كله موجود، ووقت ما تتجوزوا خلاص الحنفيه اتقفلت. طب ليه؟ انا عارفه ان انت مش مقتنع بكل الكلام دلوقتي، ولو انت فاضل معايا في الفيديو لحد اللحظه دي ما تنساش تعمل سبسكرايب طبعا، وتخلي مراتك تشترك في القناه، هتسمع كلام حلو لك بطريقه تفكير تانية عمليه، لان الراجل دايما بيكون تفكيره عملي ومش محتاج مشاعر ولا الكلام ده. دلوقتي بص، انت لما تقولك اهتم بيا تقول لها حاضر وطيب وماشي، وتهتم بيها نص ساعه وتكلمها وتعمل اللي هي وتعملها اللي هي عايزاه، وبعدين تنفض لها، هيحصل ايه؟
هتلاقيها بتتلكك لك. بتتلكك لك. تقولي ايه يعني؟ ما خلاص ما تتلكك لي، احنا مش داخلين حرب. احنا مش داخلين حرب. انت في حياتك في ضغوط كتير، في شغلك، في حياتك، في مسؤولياتك، في اهتماماتك، فانت ريح راسك. ريح راسك بمنتهى الامانه. ريح راسك. مراتك محتاجه منك الحب والاهتمام، اهتم بيها. بالعكس، ده انت هتعيش برنس. ولا هتقولك انت رايح فين ولا جاي منين ولا عديت على مامتك بعد الشغل وسبتني. لا، انت النهارده يوم الاجازه مش هتخرج معايا. بالعكس، انت كل ما هتهتم بيها هتريحك، هيبقى قلبها عليك، لان هي شايفه دلوقتي ان انت بتحبها وبتهتم بيها وبتعمل لها اللي هي عايزاه. فخلاص هتكبر انت راسك من مواويل جايه انت في غنى عنها. اساس اي مشكله في حياتك مراتك بتتخانق معاك فيها هو الحته دي. لو هي جابتها، لو هي مثلا شايفه الحته دي. في رجاله طبعا ربنا يحميهم ويحرسهم بيبقوا مهتمين بمراتهم في كل تفصيله، بس في العموم احنا ما بنشوفش ده. المهم دلوقتي اعذروني طبعا عشان انا بعمل الفيديو ده وانا عندي برد، بس حقيقي انا بيجي لي كميه كومنت من البنات ومشاكل اساسها الاهتمام. جوزي ما عادش بيهتم بيا، جوزي ما عادش بيحبني، جوزي بيحب اهله عني، جوزي بيخرج مع اصحابه وبيسيبني. زي ما فضيت نفسك نص ساعه او ساعه ورايح تخرج مع اصحابك، برضو فضي نفسك نص ساعه واخرج معاها. يوم اجازتك انا عارفه ان انت مرهق وتعبان ومحتاج ترتاح، بس على الاقل ساعه. يعني انت نام براحتك خالص، صلي جمعتك، روح كمل نومك، اصحى اتغدى، ساعتين 2 بالليل، مش اكتر من كده. هتقعد تقول لي هي بتلففني، هي بتخليني اعمل شوبينج. انت ممكن بمرور الوقت وبمرور ان هي تحس ان انت مهتم بيها، لو قلت لها حبيبتي انا اسف معلش انا النهارده هخرج مع اصحابي، مش هتقولك حاجه. خلاص ماشي، انا نخرج يوم الخميس، نخرج بعد الشغل. هتلاقيها بتدي لك اعذار. هتلاقيها شايفه ان انت مثلا زهقان من الشوبينج، هتبدا هي تنزل لوحدها تعمل احتياجات البيت وتعمل الشوبينج اللي هي عايزاه، علشان فكره الاهتمام بقت موجوده. خلاص انت كفيت احتياجها من الاهتمام عن اي حاجه. خد بالك، الست كأنثى اول حاجه هتدور عليها في الجواز في الخطوبه هو الحب والاهتمام، لان هي بطبيعتها حساسه رقيقه، هي محتاجه ده منك. ليه انت بتروح تشتكي لسوسن زميلتك تقول لها مش بتصحى من النوم تفطرني، مش بتكوي لي هدومي، مش مهتميه بيا، بتخاف على العيال عني؟ يعني معناها ان انت محتاج الحب والحنان منها اهو، محتاج الاهتمام منها صح، وبتشتكي منه. طب يبقى هي ليه بتلوم عليها؟ ليه بتلوم عليها لما هي تطلب منك الاهتمام والحب؟ هي زيها زيك بالظبط، محتاجه حب واهتمام وحنان. بل بالعكس، هي بتدور على الحته دي عنك كراجل. باقل تفصيله انت ممكن تعملها، مش هقولك هديه ولا ورده، ولا مش عايز تجيب ما تجيبش، مكالمه في وسط اليوم، ازيك عامله ايه الاخبار، انا بطمن عليكي، الولاد عاملين معاكي ايه، لو معاكم مثلا بيبي وعارف ان هي بتنام بالنهار وبتسهر طول الوقت بالليل، عامله ايه الاخبار، انت نمتي ولا لسه ما نمتيش، الله يعينك. بس بص، هتلاقيها في السحاب. لقيتها في يوم اتلبخت مع الولاد وما طبختش، خلاص مش مشكله ما تزعليش، انا هجيب اكل وانا جاي. خلاص مش مشكله ما تزعليش، اطبخي لو انت مش في مقدرتك الماديه، عشان انا عارفه انتوا هتطلعوا لي بتفاصيل كتير. خلاص مش مشكله، اطبخي وانا هستنى الاكل لما تعمليه، انا مشتاقه لاكلك، مش هيحصل حاجه. اللسان الحلو بيفرق مع الستات. الست بطبعها بتحب تسمع كتير، فما تخليهاش تسمع لحد يقويها عليك. ما تخليهاش تكون هي محتاجه منك وانت مش مكفيها من ناحيه الحب والاهتمام والحنيه، وتخليها تشتكي لمامتها، تشتكي لواحده صاحبتها، تشتكي لزميلها في الشغل. ما توصلش للحته دي. تالت ضرر هتمر بيه لو انت طنشت كلامها. قلت لك اول حاجه، مشاكل لا تنتهي، بتتلكك لك على اي حاجه، سواء مصروف بيت بقى، خروجه، مش عارفه ايه. تاني حاجه، انت هتخليها تروح تبص بره. بمعنى ايه تبص بره؟ ان هي تبص لجوز صاحبتها، تقول لي لا 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 لا، ده ست قليله الادب، ازاي تبص بره؟ احنا بشر. زي ما انت ممكن تقارن مرات صاحبك اللي بتجهز له الفطار ومراتك نايمه، هي هتعمل كده.
انت ليه بتدي لنفسك الحق في كل حاجه وهي ملهاش حق؟ هي زيها زيك بشر. تبدا تقارن، تشوف ده جوز صاحبتي يا سماح بيوصلها كل يوم الشغل بالعربيه. ده جوز صاحبتي سماح اتصل عليها وقال لها ما تزعليش. ممكن يكون جوز صاحبتها ده اتصل عليها بهدلها وشتمها في التليفون، بس هي شايفه اللقطه الاولى. اللقطه الاولى ايه؟ ان جوز صاحبتها بيتصل عليها كل يوم يطمن عليها. جوز صاحبتها ده بيعامل اهلها حلو. فما تخليهاش، ما تخليش عينها او تفتح عينيها على حاجه انت في غنى عنها. ما ينفعش ان الست تبدا تقارن بين جوزها وجوز صاحبتها، بين جوزها وزميلها في الشغل. تالت حاجه، انا عارفه ان انت ممكن تنتقدني فيها بس هي حقيقي بتحصل. انا بيجيلي مشاكل كتير بتفتح عينيها على ان هي تتقبل اي كلام معسول من اي شخص. ايوه، هي بشر زي ما انا بقولك. انت مش هتقول هتفضل مستحمله يوم 2 سنة 3، واول واحد هيجي يقولها كلمه معسوله حلوه هتبدا نظرتها تختلف فيه. مش هقولك تخونك، ووارد ان ده يحصل، بس في العموم هتبدا ان هي لو عدت له مره مش هتعدي له التانيه. تبدا حتى لو هي بتحبك وميته فيك، وزميلها ده او اللي اتعرفت عليه او اي شخص دخل حياتها بيقولها كلام معسول، هيبدا مره في مره يلعب على حته ناقصه عندها، فممكن يوقعها. والله العظيم ده اللي بيحصل. انت كفي مراتك من الحب والاهتمام والحنان. لو الراجل قاعد يضرب اخماس في اسداس عمرها ما هتسمع له. مش شرط توصل يعني لليفل الخيانه، بس على الاقل ده هي قاعده كده بينها وبين نفسها، ده اشوف قال لي ايه النهارده، لان هو بيلعب على حته تانية. هو جوزك ازاي مش واخد باله باهتمامك زي ما انت بتقول، زي ما انت بتقول يا صلاح؟ ازاي ده انت نعمه، ده انت في ثانيه لازم يترد عليكي. حته بتضايق كل ست. انت بتتصل عليك وانت في شغل، ليه ما بتردش عليها؟ طب ما ردتش عليها عشان انت مشغول، بعد 5 دقايق اتصل عليها قول لها في ايه. ما يمكن تكون في كارثه وانت مش واخد بالك ومحتاجالك. ده ازاي مش عارف ازاي مش واخد باله منك، ازاي ما قالكيش ايه الحلاوه دي؟ ايه مشكلتك لما تيجي تقول لها ايه الحلاوه دي؟ ليه بتفتح لها سكه انت في غنى عنها؟ بمنتهى البساطه وبدون رغي كتير علشان ما تزهقوش من الفيديو، سر اي ست في الكلمه الحلوه ان هي سمعها على قد ما تقدر كلام حلو. هتاخد عينيها، طلباتك هتبقى مجابه، هتبقى فعلا السيد. مهما كانت الست قويه، مهما كانت عندها شخصيه، مهما كانت شايله المسؤوليه، بس هي في الاول وفي الاخر ست محتاجه الكلمه الحلوه والمشاعر الحلوه. ما يبقاش كل اللي في دماغك ان هي واحده قاعده في البيت خلاص انا ضامن وجودها، تربي الولاد بقى، تيجي ما تلبسش حلو ليك. ده ما بتلبسش حلو كلمه ايه؟ بلاش قرف. ده نايمه من بدري وسايباني ما استنتنيش. زي ما انت محتاج منها اهتمام وحب، خد بالك من الحته دي، لان هي بتولد مشاكل كتير انت في غنى عنها. اتمنى اكون قدرت اوصل الفكره، ويا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنت. الستات بتعمل كده ولا لا؟ وما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بتكلم فيه. هتوحشوني. رنا داوود، باي.